إذا في اللقاء هذا اللي جمعني بسيد رئيس الجمهورية اليوم، ومثل ما هي العادة فيما يخص اللقاءات بيناتنا، طرقنا لمجمل القضايا اللي في البلاد اللي تخص الشأن الوطني، المصلحة تاع البلاد، القضايا الاقتصادية، القضايا الاجتماعية، القضايا السياسية. تناقشنا حول نقاط القوة، نقاط الضعف، يعني المسائل اللي لازم تتعالج وكيفية تتعالج. يعني الهدف هو تلبية تطلعات نتاع الشعب الجزائري، تاع مختلف الفئات. مثلا القضية تاع البطالة، مثلا القضية تاع هشاشة الشغل، يعني كيفاش نعالج كل هذه النقائص اللي هي موجودة، كيفاه الاشتغال حتى يعني داخل المؤسسات يسمح بالتكفل بهذه القضايا السياسية. الكل يعرف الانشغالات نتاعنا احنا كحزب، في كل مرة نتلقاو برئيس الجمهورية أو بمسؤول آخر إلا ونتطرق للمسائل اللي تخص يعني إجراءات تهدئة، كيفية نلطفوا الجو، خاصة في هذا الظرف، هذا السياق العالمي والإقليمي. وتطرقنا لمسألة الإعلام، يعني ضرورة أنه تكون الحياة السياسية في بلادنا تكون أكثر قوة وأكثر، يعني يكون انفتاح. كل الميكانيزمات اللي طرقنا لها، يعني شخصنا في الواقع نقاش كان في العمق نتاع كل القطاعات، وطرقنا بيسور للقضية الفلسطينية ودور بلادنا اللي لعبته، اللي لازم تلعبوا في نصرة هذه القضية اللي هي قضيتنا يعني بالأساس. يعني تناقشنا حول الوسائل والميكانيزمات السياسية أو المادية، وتناقشنا حول الوضع العالمي أيضا، حول الوضع العالمي والوضع الإقليمي هنا، والمخاطر اللي هي موجودة، والإسقاطات نتاع هذا الوضع العالمي على بيان سور الأمم، على الكيانات تاع البلدان. في الواقع يعني كان نقاش حر و يعني دون حواجز مثل ما متعودين. وطرقنا لقانون الأحزاب اللي قريب تكمل المراجعة نتاعو، بحكم أنه إحنا مثلا كنا قدمنا اقتراحات عملية واضحة فيما يخص وتحضير للانتخابات المقبلة، حتى فيما يخص 11 ولاية الجديدة. طرحت السؤال إذا كان منا التاريخ للانتخابات يعني التشريعية اللي تكون الأولى، تكون مثلا تاع الحالة المدنية وتاع القائمة الانتخابية تم ضبطها، باش ما تكونش فوضى، ولا ماشي السكان تاع الولايات الجديدة هذه يلقاو روحهم في وضعية غير مريحة، انه مازالهم مسجلين هنا. انه لازم كل شيء يعني يكون مضبوط، بحكم انه احنا نعتبر انه الانتخابات المقبلة راح تكون مختلفة عن سابقاتها، مختلفة لأنه الوضع الدولي والعالمي والإقليمي مختلف، يعني الرهانات أخرى، لأنه هذا الموعد يعني يجي في مرحلة مفصلية. هناك أجوبة كثيرة كانت على تساؤلات وأسئلة اللي أنا طرحتها في مختلف المجالات، وطرحت الانشغالات نتاعنا يعني كيفاش الحلول في بعض الملفات وفي بعض المسائل اللي هي هامة يعني حسب اعتقادنا، سواء تخص الجانب الاقتصادي أو الجانب الاجتماعي أو الجانب السياسي. لأنه من المعروف أنه إحنا كحزب دائما نسعى من أجل الحلول الوطنية للمشاكل، لا نقبل بأي تدخل خارجي، يعني حريصين على استقلال وسيادة بلادنا. ولهذا السبب ناضل من أجل عرض الحلول، وحقيقة كان فيه كل التوضيحات الضرورية اللي كنا احنا بحاجة إليها بالنسبة لبعض الملفات، لأنه مش بالضرورة
الواحد يقدر يطلع على كل المسائل. هناك قضايا سياسية واقتصادية ودبلوماسية وعسكرية اللي هي بالطبع من صلاحيات رئيس الجمهورية والدولة حصريا